السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد من زيزينيا متحف المجوهرات الملكية بالاسكندرية، وان شاء الله اعرض لكم كل محتويات المتحف في اقل وقت زي ما تعودنا دايما باذن الله. تابعوا معانا الفيديو للاخر، ولو عجبك الفيديو ادعمنا باللايك والاشتراك في القناة. دي مجموعة حلي الملكة فريدة، أول حاجة بتقابلك على الباب مجموعة حلي الملكة فريدة، وده طاقم حلي للأميرة شويكار. دول كده أول حاجتين بيقابلوك من على باب القصر. في القاعة دي بقى اللوح اللي على ايدينا اليمين والشمال قصة حب، بتبتدي من اللي على ايدينا الشمال اللي قدامنا دلوقتي بيقدم لها التفاحة، وبعد كده بيطلب منها الجواز. الصورة اللي قدامنا دي بيطلب منها الجواز، وموطي بيبوس ايديها وبيقدم لها دبلة الجواز، وبعد كده هنا بيتجوزوا او هنا بيعيشوا قصة الحب، والصورة اللي بعديها بيتجوزوا. دي بقى أعظم قلادة في عهد الملك فؤاد، ثم بعد كده في عهد الملك فاروق، زي قلادة النيل دلوقتي. إنما دي قلادة كلها دهب وألماس. طبعا قيمتها مش إن هي كلها دهب وألماس، قيمتها إن هي حاجة فخمة كده، زي كأس العالم دلوقتي. دول قلادتين من الذهب للملك فؤاد الأول، مجموعة من الشارات الملكية من الذهب المرصع بالماس للملك فؤاد الأول. الذهب المرصع بالماس. دي مقتنيات الأمير محمد علي توفيق، الذهب والفضة المرصعة بالماس، والزفير واللؤلؤ المموه بالمينا الملونة. أمير محمد علي توفيق اللي عمل العرش مانيال، وعمل كرسي العرش في الممر، وفضل يحلم بالملك، وفي الآخر منالهوش برضه. ودي أدوات زينة خاصة بالملك فاروق والأميرة فوزية. وادي مقتنيات سمو معالي الملكة الأميرة نازلي، اللي كانت زوجة الملك فؤاد الأول. دي مقتنيات الملك فاروق والأمير يوسف كمال، دهب وألماظ ولؤلؤ وكل حاجة من بتاعة علي بابا موجودة هنا. ودي علب من أيام محمد علي بيقدموها هدية البشوات للملوك بعد جوازهم. دول 37 شمعة حطوهم في عوة الجلوس بتاع الملك فاروق على العرش، لأن هو رسم ملكا في سنة 37، فدي حاجة كده يعني زي احتفال بتاريخ عيد ميلاده. ده طاقم حلي بتاع الملكة نريمان 1951، الاكسسوارات بتاعت الملكة نريمان.
ده سيف بتاع المحارب يوسف كمال، سيف من الألماظ والذهب والياقوت. دي بقى مجموعة من اللازورد والمرجان والبلياتين والألماظ والذهب. دي مجموعة الأميرتان أدرية وسميحة حسين كامل في القرن ال19. دي صورة فوتوغرافية نادرة للملك فاروق ولمحمد علي. صورة فوتوغرافية يعتبر قطعة أثرية نادرة. الركن ده والركن اللي هنشوفوه بعد الباترينا دي على طول، دي كلها مقتنيات الأميرة فوزية، وكل حاجة تخص الأميرة فوزية، اكسسواراتها وكل حاجة تخصها موجودة في الباترينتين دول. التوكة اللي مكتوب عليها فوزية دي توكة الحزام. كان زمان في توكة للحزام بتتلبس، بس طبعا دي برضو من الألماظ والياقوت والمرجان، وكل اللي جنب التوكة اللي حوالين التوكة دي برضو مقتنيات الأميرة فوزية، والجوابات بتاعتها اللي برضو من دهب، كل حاجة من دهب يعني موجودة هنا، ومن ألماظ ولؤلؤ وياقوت ومرجان وكل حاجة. دي عصا المرشالية بتاعت الملك فاروق رحمة الله عليه. دي النياشين اللي بيلبسوها طبعا المماليك والأمراء. ده شطرنج هندي بتاع غانجي، برضو كان بيلعب بيه الملك فاروق من الذهب والألماس. دي برضو مقتنيات خاصة بالملك فاروق. الأوضة دي يعتبر كلها حاجات الملك فاروق. كاميرا برضو من الذهب والألماس وسبح. الله أكبر. وده طقم المكتب بتاع الملك فاروق برضو من الذهب والألماس والفضة وكل حاجة. ربنا يفتحها عليه، الراجل ده كان مظبط نفسه يعني. دلوقتي كده احنا هندخل حمام الهنا. حمام الهنا، ويا ريتني كنت انا اللي في حمام الهنا ده. فعلا الملك فاروق ده راجل كان دماغه عالية اوي. وادي الحمام، البانيو، الحنفيات والتشت والحوض اهو. طبعا كل ده برضو من الألماس والذهب، والأرضية برضو معمولة بشكل غريب.
دول بقى لرجيلة شيشة يعني، وعلب سجاير وولاعات دي بقى حاجات لزوم المزاج العالي بتاعت الملك. قدامنا دلوقتي دول بقى مسطرين وشاكوش وكشاف، ومسطرين عاديين وشاكوش وكشاف، وكل ده برضو من الفضة والذهب والألماظ يعني. شنطة العدة بتاعت الملك. ودي مقتنيات خاصة بالأمير يوسف كمال. كل دي طبعا مقتنيات خاصة بالملكة فريدة اللي هي صاحبة القصر اللي احنا فيه دلوقتي ده. ودي طبعا الصواني والكوبايات والفناجيل اللي برضو مصنعة من الذهب والألماظ والمرجان. ودول يعني ايه اللي بيتحط فيهم الفلفل الأسمر والملح والكلام ده. ده كاس من الذهب الخالص بتاع الملك فؤاد، زي شارة الأولمبيات اللي كانوا بيولعوها كده. كله برضو يكون خلص الفيديو بتاعنا النهاردة، ولو عجبك الفيديو شجعنا باللايك والاشتراك، والسلام عليكم.